بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده صنف حلويات بطريقه سهله وبسيطه، ويا رب الطريقه تعجبكم باذن الله. هنعمل النهارده طبق رز باللبن بطريقه سهله وطريقه مضمونه، وتعملي احلى طبق رز بلبن في البيت لولادك بايديك. هناخد كوباية رز وهنغسلها غسيل كويس، وهنضيف لكوباية الرز 5 كوبايات مية علشان الرز يستوى وياخد راحته في التسوية. واحنا عايزينه يستوى كده ان يبقى هو ايه القوام بتاعه عامل زي المهلبية. كمان بقى لما الرز بتاعنا يستوى معانا كيلو لبن هنغليه. الطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله الطريقة تعجبك بإذن الله. اللبن بتاعنا قرب يغلي اهوت، هنطفي عليه بقى لحد ما الرز بتاعنا يستوي، وهنجهز اللبن بتاعنا. هنجيب فانيليا وكوباية سكر. طبعا السكر بيبقى حسب التحلية وحسب الكمية اللي انتي بتستخدميها. انا هنا ضفت كوباية سكر واحدة لكيلو اللبن. عايزة تزودي بقى براحتك، لان احنا متفقين ان كل واحد بيحب يحلي الحاجة اللي هو بياكلها بطريقته. الرز بتاعنا استوى اهوت، شايفين القوام بتاعه، احنا عايزينه يوصل للدرجة ديت. هنضيف بقى له اللبن اللي احنا مجهزينه، فيه السكر وفيه الفانيليا، وهنقلبه لحد ايه ما اللبن يختلط بالرز بتاعنا كويس. طبق جميل ومغذي، وهتعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية في نفس الوقت، ومش هيكلفك زي ما بتجيبيه من بره. ممكن لو عندك معلقة قشطة كبيرة تضيفيها، معلقة سمنة بلدي، معلقة سمنة عادية هتضيفيها للرز باللبن. لما خلاص كده هو قرب بقى ان احنا خلاص هيختم معانا. بعد كده هنجيب معلقة نشا هرمية كبيرة، وهندوبها في ربع كوباية مية. مش عايزين نكتر بقى المية، او لبن لو عندك عادي مفيش مشكلة. وهنقلب الرز باللبن مع بعضه لحد ما هيدينا القوام اللي احنا شايفينه ده. مش عايزين النشا تبقى كتيرة، لان الرز برضو فيه كمية النشا، وكده ايه هيبقى كفاية قوي على الرز باللبن بتاعنا. خلاص كده هو بقى جاهز معانا، وهنبتدي بقى ان انت تعبيه في اطباق، في كاسات، زي ما انت عاوزة. عايزة تضيفي له مكسرات، عايزة زي ما هو كده، عندك معلقة قشطة تضيفيها على الوش حسب ما انتي عاوزة. احلى طبق رز باللبن وبأسهل طريقة، ومش هياخد منك وقت، وهتعملي لولادك طبق حلويات في البيت بألف صحة وعافية يا رب. ويا رب الطريقة تكون عجبتكم بإذن الله.